يرجع اقوى. ببساطه ما سووا هجوم على المنتخب، لا، واللي سووه ويونس هو افضل. يصير هجوم اعلامي وتحدي ونفرزه مثل ما صار ويا المنتخب الاردني. يونس الرجال ما غلطان وهم نفسهم يدرون، الاعلام والجمهور، لكن هي دفعه قويه والامل الاخير للمنتخب حتى يستمر بالبطوله، حتى يحصل انجاز، حتى يستعيد شغفه، حتى يرجع اقوى ويتاهل لكاس العالم بالتصفيات. من الاخير هم اجوا لبطوله الخليج حتى يرتبون اوراق، مجرد كم جوله تدريبيه حتى يضبطون شغلهم. حافز وتحدي مثل هذا يخلي لاعبين منتخبهم يقدمون افضل شيء عندهم. نجي على المنتخب العراقي، نجي نحلل اول مباراه لمنتخبنا كلها تحكي عليه، يابا شكو والله بس جول واحد ضد اليمن، يابا انت شفت المباراه، شفت ايش قد ضيعنا، شفت الزخم الهجومي، والله ما راضي شنو بس جول واحد. حبيبي بهيك مباراه بيها تكتل دفاعي تحمد ربك تطلع ب3 نقاط، لان مع احترامي للمنتخب اليمني مو بس اليمن، حتى اتلتيكو مدريد ذاك اليوم ضد برشلونه سيميوني ركض الغرفة الملابس ما مصدق فايز. هيك فرق ومنتخبات همها مو الفوز، همها تاخذ نقطة التعادل، فلا تبغون تحجون على المنتخب، ادعموا المدرب، باني لك منتخب يحترمه الكل بالخليج. تحياتي.